الدعم. ناصر الخليفي هو رجل أعمال قطري يدير نادياً فرنسياً، مما يجعله يتواجد في نقطة تقاطع بين الثقافات والسياسات. في دعم ديمبلي يحرص الخليفي على تحقيق التوازن بين مصالحه التجارية والعلاقات الجيدة مع فرنسا. فالتقرب من لاعب فرنسي يشكل خطوة ذكية لتحسين صورة النادي وفتح أبواب جديدة من الفرص. هذه التصريحات لا تهدف إلى تعزيز دور ديمبيلي فحسب، بل تسعى لزيادة الانتماء الوطني بين مشجعي النادي. وفي المقابل نرى أن أشرف حكيمي الذي يقدم عروضاً رائعة على أرض الملعب لا يتلقى نفس القدر من الدعم. بالرغم من تفوقه، إلا أن ضعف الدعم الذي يحظى به يخبرنا الكثير عن الأولويات المتبعة في إطار كرة القدم. حكيمي برغم تألقه يمثل المشروع المغربي الإفريقي، مما يجعله أقل جاذبية للأضواء بالمقارنة مع ديمبيلي. فما سر هذا التباين؟ تواجه صورة الخليفي تحديات قانونية معقدة تتعلق بالتحقيقات المستمرة في قضايا محلية ودولية، مما يجعله في وضع حساس يدفعه لتسخير كل ما لديه من نفوذ في دعم قضايا معينة. قد تعد دعوته لديمبلي وسط الاستعداد لإبراز شخصيته في الإعلام جزءاً من محاولته لاستعادة الثقة في إدارة ناديه وتحسين سمعته العامة. فالإعلام الفرنسي يتطلب الكثير من النوايا الحسنة، والخليفي يظهر ذلك من خلال دعمه. هل تمنح الكرة الذهبية فقط بناء على الأداء الرياضي الفعلي، أم أن هناك شبكة من العلاقات السياسية والإعلامية تجري في الخلفية؟ جائزة الكرة الذهبية ليست مجرد تكريم، بل أيضاً اختبار للأعصاب في مجال العلاقات العامة والولاء. هل انتهت رحلة أشرف حكيمي مع باريس؟ تصريح الخليفي يشعل الأزمة. هل تعلم أن أحد أبرز نجوم كرة القدم أشرف حكيمي قد يكون في خضم أزمة حقيقية في باريس سان جيرمان؟ هذا اللاعب الموهوب الذي أسهم بشكل كبير في نجاح الفريق يبدو أنه يعيش لحظات حرجة بعد تصريحات ناصر الخليفي الأخيرة. لا تنخدعوا بمهاراته الرائعة، فالأمور قد تزداد تعقيداً. حديث اليوم سيكون عن حكيمي، ما إذا كانت رحلته مع باريس قد شارفت على الانتهاء، وما تعنيه تصريحات الخليفي لكل من اللاعب والنادي. أشرف حكيمي في باريس سان جيرمان. أشرف حكيمي اللاعب المغربي الذي أظهر براعته في الملعب منذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان في 2021 أصبح أحد الأعمدة الأساسية في الدفاع. بفضل سرعته العالية وقدرته على التمرير، كان حكيمي دائماً واحداً من النقاط المضيئة في أسلوب لعب الفريق. منذ أن انضم، استحوذ على قلوب المشجعين، وساهم في الكثير من الأهداف والدفاعات القوية في مباريات مهمة. في بعض الأحيان يتساءل الجميع: ماذا لو لم يكن حكيمي هنا؟ بقدميه السريعتين، وعد في البداية بتحقيق نجاحات كبيرة، لكن الأوقات الحالية تثير القلق. حان الوقت لننظر بعمق. هل ما زال يتمتع بالتقدير الذي يستحقه في النادي؟ تصريحات ناصر الخليفي. في الآونة الأخيرة أطلق ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان تصريحات مثيرة، حيث قال: ديمبلي هو الأحق بالكرة الذهبية، لا أحد غيره. كلمات مثل هذه تترك كل من الحكيمي ومعجبيه في حالة من التساؤل. هل تعني هذه التصريحات أن حكيمي لم يعد في دائرة الضوء؟ هل تم تجاهله عمداً؟ إن الأمور تأخذ منحى غير معتاد. تصريحات الخليفي لا تترك مجالاً للشك في ولائه لديمبلي، لكن السؤال هنا: ماذا عن حكيمي؟ هذه الاقتباسات حتماً تجعلنا نشكك في مكانته داخل الفريق. لماذا يختار الخليفي إعطاء أولوية لديمبلي؟ يجب علينا التفكير في العلاقة التي تربط اللاعبين بالإدارة، وأي رسالة تسلمها هذه التصريحات. ردود الفعل على التصريحات. ردود الفعل على تصريحات الخليفي جاءت قوية وصادمة. الجماهير ووسائل الإعلام وحتى بعض اللاعبين لم يتمكنوا من تجاهل هذا الإحساس بأن شيئاً ما محيراً يحدث. تزايدت الانتقادات، وبدأت الأسئلة تتزايد حول مستقبل حكيمي في النادي. كيف سيكون رد فعله على هذه التصريحات؟ إحدى زميلاته في الفريق
أكدت أنه كان يشعر بالتوتر نتيجة للأداء المتقلب والموسم. يجي فرصة ناقصة. هذا يجي فرصة.